انا عايزك تعرف ان الدنيا اللي هتموت نفسك عشانها دي وهتضيع اخرتك علشانها دي ومش بتنام الليل والنهار بسبب التفكير فيها، ليس لها عند الله قيمة ولا وزن ولا اعتبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والاعجب من ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر مراحل الانسان من خلقه وموته وبعثه لم يذكر فيها الدنيا، لان ليس لها قيمة وليس لها وزن. قال الله سبحانه وتعالى عن الانسان: من نطفة خلقه فقدره، أي من مني يمنى، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، أي بين له طريق الخير وطريق الشر ثم أماته فأقبره. فين الدنيا؟ ما فيش دنيا. الدنيا اللي انت شايفها قدامك ديت والناس كلها بتتنافس فيها وبتتكلم فيها ليس لها أهمية، لم يذكرها الله. قال ثم أماته على طول، ثم أماته فأقبره، مرحلة أصلا ليس لها عناية أن تذكر. ثم إذا شاء أنشره، أي إذا شاء الله سبحانه وتعالى أحياه وبعثه للحساب. إذا الدنيا هذه ما هي إلا متاع وما هي إلا لهو وما هي إلا لعب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، مثل ما قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.